عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. أنا آسفة دا أتأخر عليكم، بس شوي كنت بعافية وأيضا صايمة الحمد لله والشكر. ربي يتقبل مني ومنكم من الجميع إن شاء الله. حبيت أشوف لكم النباتات بعد المطر، بعد ما ظلينا فترة طويلة ما عندنا مطر. اليوم فضل من الله من الساعة 11 إلى الساعة 6 هي تمطر مطرة واحدة، وما شاء الله شوفوا النباتات كيف نعنشت، كيف فرحان النباتات مثل ما أنا فرحانة من نزل المطر سبحان الله. وشوفوا جمال النباتات كيف النشاط اللي بيها. أنا يومية أرشها المغرب حتى أسوي الجو الرطب إلها. طبعا هسه رجع المطر من أول وجديد ينزل، بس حبيت أشوف لكم حتى لو فيديو يعني قصير، بس المهم أني أشوفكم شنو النشاط اللي من نقول سووا جو رطب للنباتات. الجو حار، النباتات تحتاج سقي وتحتاج بخ رش، وسبق ونزلت لكم يمكن فيديو أو ثلاث على كيف أرش النباتات، لأن الجو حار وارتفاع درجات الحرارة كلش عالي، وخاصة بالدول العربية. احنا الحمد لله اليوم فضل من الله ساعة 2 من مطرة الدنيا الجو تغير تماما، يعني نزل لل 28 مئوية. أنا أعرف بالدول العربية وخاصة مثلا بالعراق أهلي وناسي توصل درجة الحرارة على 44 46، والله يكون بالعون والله يهون عليكم الحر، والله يجيرنا ويجيركم من نار جهنم ومن هذا الوضع اللي دا يصير. بس حبيت أشوف لكم النشاط كيف للنباتات إذا الجو رطب. شوفوا جمالها ما شاء الله، سبحان الخالق. شوفوا نشاطها، يعني شوفوا هذه يومية ألقاها ذبلانة، يعني الشمس عليها مباشرة حتى أكو شوفوا التغيير باللون مالتها، لأن الشمس تظل عليها. بس استل الحمد لله والشكر باقية على وضعها، هي والعنكبوت يعني زارعتها بنفس المكان اللي هي الكاليوس السجاد. هنا عندنا الكف الوزة ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. شوفوا الجمال، شوفوا البلاب. هاي الكرتون هنا مخليته، شوفوا لأن اكو مطر اليوم والجو رطب ما شاء الله. شوفوا الألوان سبحان الله، بالإضافة اللي هاي اللي يذكرون. شوفوا شلون كبرت اللي كاثرتهم، الأغصان اللي كاثرتهم راح أحولهم سنادين. شوفوا جمالها ما شاء الله شلون كبرت، بالإضافة للمينا. هنا عندي الجهنمية، الريو، كم غصن من التين زرعتهم أيضا، وهنا الكراسولا. شوفوا ما شاء الله الجمال، يعني الجو حار واحنا ما توصل درجات الحرارة عندنا مثل الدول العربية توصل مثل خلينا نقول مثل بال 46 توصل لل 44، لا احنا توصل لحد الآن 36، يعني تقريبا فرق 10 أو 12 درجة بيننا وبينكم. بس الجو حار، أنا ما عندي أشجار تظلل على البيت أو على النباتات حتى مثل أقدر أحافظ عليها. أنا سويت لها هذا سقف مثل ما قلت لكم، وإن شاء الله راح أشوف لكم في شيء حلو قيد الإعداد له، وإن شاء الله أشوف لكم إياه إن شاء الله يعجبكم، حتى أحافظ على نباتاتي من الجو الحار والشمس كثير قوية سبحان الله. فمثل ما قلت لكم أنا ما عندي أشجار تظلل على البيت فتجي الشمس مباشرة عليها، بس الحمد لله حافظت عليها هاي المدة كلها، وفضل هذا فضل من الله. هاي المجموعة هي اللي خلف البيت. شوفوا هنا عندي الدراسينة كل أنواعها، هذه شريطية، هاي الريد سيستر كوردليون أو الحمراء، هنا الذرة، أيضا الشوكولة هنا جوا. وعندي وحدة بس وحدة من الدراسينة داخل البيت. هي هنا أساسا مثلا إحنا اليوم توصل درجات الحرارة 46 47 سوري 36 37 توصل لل 40، بس هنا أكثر البيوت زارعتها خارج البيت تجي عليها شمس مباشرة، والباقي ظل. الفيلو دندرون بيركين، شوف شلون اللون تغير مالتها، لأن الإضاءة قوية. بعد ما كان لونها أخضر ومقلمة بأبيض سبحان الله. شوفوا شلون الجو ألوانها تغيرت، وشوف الأوراق كيف هي كبيرة. هنا أنا صايرة أسفلها أغصان المطاط اللي كاثرتها، شوفوها ما شاء الله. هذه راح أحولهم إن شاء الله على غير سنادين. هنا جلد النمر طبعا، والمطر بداخل
هذه هنا، وهذه المكحلة اللي هي أخذت مكان إلها لحالها بالمكان. وعندي هنا طبعا شوفوا القطط مال الجيران دمرتني دمار. شوفوا يعني هاي الكلانشوا يومية خلصت عليهم الكلانشوا القطط. الحمد لله ربنا ما قاسمها لي. هنا العصاريات شوف ما شاء الله شمس مباشرة تجيها لحد الساعة 1 تقريبا 1:30 هي تجي شمس يعني من خلال ما تفتر الشمس. وشوفوا جمالها. هناك عندي بالنهاية إذا تشوفوها القفص الصدري هنا ورا. هذه الاستبلة راح أغير مكانها لأن صارت تتكسر، تطخ عليها بالهواء يحركها هذه السندانة تكسر أغصان الاستبلة. عندي هنا الكراسولة ما شاء الله جميلة جدا. شوف الألوان شلون اللمعة بالألوان. هنا يا محفوظين السلامة هنا عندي كف الوزة ايش قد قطعت من عنده سبحان الله. شوفوا الأحجام من الأوراق مالتها، شوفوا حجم الورقة. عندي داخل البيت وخارج البيت تتكاثر بالتفصيص أو بالتجدير، نقطع وصل ونجذره وبعدها نزرعه. اللبلاب أيضا نفس الشيء. عندي هنا العنكبوت. هذه الكراسولا النوع الثاني اللي تصير كأنه ضفاير. شوفوها هنا زارعة أنا حاطة هنا الشراع. هذا نوع سبحان الله نوع من الكرتون. شوفوا جمالها تختلف اختلاف شاسع عن ذيك الثانية. عندها أجنحة الملائكة سبق ونزلت لكم فيديو إذا تريدون نعطيكم الفيديو مالتها. هنا الوافر. هذه الهورثيا أو الزيبرا، هذه نوع القزم اللي يصير من الألوفيرا. هنا هذا ياسمين هندي. شنو بعد؟ وهذا هنا الكاليوس السجاد مثل ما شفت لكم اياه وكاثرت من عنده. وهذه مالت البولكة المرقطة هنا هاي الأجزاء أخذتها اللي هي نثرتها بالأرض. وهناك شوفوا هي سبحان الله أزهرت بالشتاء وهي نثرت البذور مالتها صارت بذورها بكل مكان يعني حتى بالسنادين عندي حتى ويا اللبلاب. شوفوا هنا يعني ناثرة ويا اللبلاب سبحان الله. وحاولت شلت الأكثر شيء اللي بالأرض حولتهم بالسنادين هي والسجادة اللي تتذكروها هاي اللي هي أزهرت. أنا قبل كنت أقطعهم الأزهار هذه بطلت بعدين ما أقطعها من شفت النتيجة الحلوة اللي طلعت بيها ما قمت أقطع لأن هذه التكاثر اللي هي اللي كاثرت نفسها عزلتهم. هنا هاي السندانة. هنا عندنا الألمنيوم كانت وياها سجاد بصراحة وشلتهن البارحة حتى أسوي طريقة وإن شاء الله أشوف لكم إياها. عندي بولكة المرقطة البيضة خضراء ومرقطة بأبيض أيضا. هذه شنو هنا بولكة المرقطة إياها هي هاي اللي أزهرت ونثرت بذورها بكل مكان. وهاي يعني دغل صاير خاف أخلع النباتات. هنا عندي الفتونيا كاثرت من عندها وهنا اللي خليتهم حطيتهم هنا داخل خارج البيت. هنا المكحلة عندي الحمد لله 4 أنواع من المكحلة. أنا حاطة المكحلة اللي هي هذه وعندي هنا هي بالعرض وعندي أمام البيت كمية كبيرة من هي اللي الريو هذه. وعندي أيضا عين الغزال وعندي أكو وحدة تصير ناعمة كلش الصايرة ورا السنادين بصراحة هناك بالنهاية. هاي الأجلونيما هذيك البيضة والخضراء والملونة عندي داخل البيت. هذا سجاد تكاثر جديد سويت 4 سنادين صار يومين. شوفوها تذبل بالبداية بعدين ترجع. عندي اللوكاسيا هذه كانت داخل البيت بصراحة وطلعتها. بالإضافة اللي هي هذه مال صديقتي جابتهم عندي حتى على أساس أنا الإمرجنسي روم على أساس أنا الإسعافات الأولية جابتها عندي اللي هي الأوركيد. جابت هذه الحمد لله نجحت الطريقة ومشت. شوفوا البولكة المرقطة معها هنا من البذور مالتها. وعندي هذه الثانية وهذه هي اللي بعدها شوية يعني بعد ما أتأكد من عندها بس هذول الحمد لله
وإن شاء الله يبقون. واستخدمت الرش وياهم، وأيضا استخدمت ماء غسل الرز. من نغسل الرز قبل ما يعني حسب ما يعني ندبه بالسنك، لا أنا غسلت السنك وغسلت الرز وخليته على جنب، وبعدين سقيت به النبت. يعني كانت قبل ثلج احط لها، بس بصراحه يعني ما الثلج ما حبيتها ولا نجحت الطريقه. بس بالرش والسقي. وهي تحب السندانه الشفافه وتحب ثقوب كثير حتى ينزل راسا المي اللي بالسندانه. وايضا لها تربه خاصه، تربتها اشتريت بصراحه تربه لها تربتها تصير القشره مالت الاشجار وتنثرم، وهي هاي اللي هي التربه الخاصه لنبات الاوركيد. وهذه المجموعه اللي هي ان شاء الله تكون عجبتكم. اني الهدف من الفيديو تاخرت شويه عليكم وايضا لان الجو حار بصراحه، وكنت شويه بعافيه. ربي يعافينا ويعافي امه محمد والناس جميعا. يعني الجو حار بصراحه، ما يسوي واهس واحد يطلع، كلش حاره والرطوبه بزياده سبحان الله. هنا أنا عندي ما ذكرتها من ضمن الاشياء هي الهيدرا. هذه من سندانه صغيره، الحمد لله صارت عندي سندانتين ومجموعه عندي داخل البيت حاطتها. وهذا كل ما عندي يا محفوظين السلامه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، بس لا تنسوني بالاعجاب والتعليق، وان شاء الله اشوفكم بفيديو قادم. في امان الله. بس لا تنسوا الاعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم وفعل خاصية الجرس. ان شاء الله اشوفكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.